السلام عليكم. هذا الفيديو هذا غنوريك شنو هما الحاجات اللي كناكل اللي كيخليوني نزيد العضلات، شنو هي النوع د الدايت او النظام الغذائي اللي كنعدلو اللي الهدف ديالو خصيصا يزيد لي العضلات. ما نقولكش شنو زعما المهم، الهدف الواحد هو نزيد به العضلات، ماشي واش زعما غيخليني ما نعملش الحبوب، ولا واش صحي انت غتشوفو صحي ولا ما غتشوفوش صحي. المهم غنقول لك النظام الغذائي اللي غيبني لك العضلات. غنعطي لك لي زاستوس اللي كنستعمل انا باش كنبني العضلات. المهم هذا هو النظام الغذائي اللي خلاني نبني العضلات اللي كيخليني نبني العضلات فواحد، ماشي نقول الوقت قصير، ولكن هذا هو النظام الغذائي اللي كيخليني نبني العضلات. هذا هو النظام الغذائي اللي كيعدلوه لي زاتليت، هذا هو النظام الغذائي اللي كيعدلوه الدراري صحابي بادي بيلدرز، هذا هو النظام الغذائي اللي كيخلينا نبنيو العضلات. وغنقول لكم حتى الطريقه كيفاش كنترينيو باش نقدروا نبنيو العضلات. دابا كتجبر الواحد كيقول لك انا كنعمل هذا النظام الغذائي هذا، وكتقول له شنو الهدف ديالك من هذا النظام الغذائي، كيقول لك البيرفورمانس، كيقول لك خصني نبني به العضلات. وكتشوف فيه بحال هكدا بعض المرات كتبغي تبقى ساكت وتقول له غير كتخور، ولكن بعض المرات ما كتقدرش تصبر، كتقول له غير كتخور. هذا النظام الغذائي صحي، ماشي صحي اللي كتعدل انت، ولكن العضلات خصهم النظام الغذائي ديالهم، العضلات خصهم الماكله ديالهم، العضلات ما سوقهمش واش ماشي شغلهم في مره واش انت واحد الانسان صحي ولا ماشي صحي. المهم كيعرفوا خصهم ياكلوا هاد الماكله هادي، هاد الكميه د الماكله، هاد النوع د التمرين وشدة التمرين ولونطرينمون باش يبني لك العضلات. ما سوقوش، ما شغلوش واش انت صحي ولا ماشي صحي، ولا كتعمل الكيتو ولا ما كتعملش الكيتو، ولا كتريني الهايروكس ولا ولا كتخرج تجري في الماراطون ولا كتمشي نران كلوب. ما سوقوش الجسم ديالك فهادشي هذا كامل. الجسم ديالك اللي كيبغي يبني العضلات خصو نظام غذائي اللي غيبني له العضلات، خصو نظام غذائي للبيرفورمانس، خصو الاتليتيك دايت. شنو هي هاد الاتليتيك دايت ولا البيرفورمانس دايت؟ هي النظام الغذائي اللي يخليك تبدا تبني العضلات. كيفاش غنعرف انا نظام غذائي اللي يخليني نبني العضلات بواحد الطريقه اللي هي سريعه؟ اول حاجه اللي خصك تعرفها هي الكربوهيدرات. شوف، اه تقدر تكون كيتو، تقدر تكون كارنيفور، تقدر تكون عامل شي نظام غذائي اخر. صراحة هي هاد الأنظمة هادو الغذائية صحيين، ولكن انت واحد الشخص باغي تبني العضلات، عرفتي شنو خصك؟ خصك الكاربس. شنو خصك؟ خصك الكاربس، خصك الكاربس. شنو هما الكاربس؟ هما النشويات. خصك تعرف تستعمل الكارب. كل وجبة في النهار ديالك خصهم يكونوا فيها الكاربس. تقدر تقول لي انا الكاربس النشويات كيعملوا لي الحبوب، النشويات ما كيخلونيش نفكر مزيان، النشويات كيعملوا لي شي حاجه كيخلوني نحزق بزاف ولا ما عرف شنو. ماشي شغلي. بغيتي العضلات، شنو كيحتاجوا العضلات؟ كيحتاجوا الكربوهيدرات. بغيتي تتعلم بطريقه سهله سريعه، غتصغر راسك وغتبدا تستعمل الكاربس في النهار ديالك في الماكله ديالك. بغيتي تتعلم الطريقه الصعبه وتقصح راسك، غدوز سنين. كما انا دوزت نقدر نقول لك اكثر من عامين، اكثر من عامين، 2 years، عامين وانا كندور في موطعي في لونطرينمون. علاش؟ ما كنتش عارف راسي شنو خصني ناكل، كنت دائما كنقصح راسي كنقول لا انا خصني نبقى واحد الانسان صحي. ولكن ملي كيدوزو الشهور وكتشوف راسك ما كتعملش ريزولطا، كتعرف بلي المشكل خصو الكربوهيدرات وخصو التغذية ديال الاتليت، خصو التغذية ديال البيرفورمانس. بالنسبة للكاربس في الصباح، خصك الوجبة الأولية شنو خصو يكونوا فيها الكاربس؟ فحال ياش؟ فحال الخبز، الخبز، الروز حتى هو، البطاطا. المهم الكاربس ملي كتفيق وديريكت من مورا الفطور شنو خصك؟ ديريكت ملي تفيق خصك تاكل. ما خصكش تعمل شي حاجه كتسمى الانترمي فاستين ولا الصيام المتقطع ولا ما عرف شنو، الى الهدف ديالك تبني
العضلات. ما كاين لا صيام متقطع، ما كاين لا حتى حاجه. الا بغيتي تبني العضلات خصك تاكل ديريكت من مورا ما تفيق. الفطور خصو يكون ديريكت. الا كنزيد نعاود ناكدها، الا كان الجسم ديالك الهدف ديالك باغي تزيد العضلات باسرع طريقه وباي طريقه، ما غادمشيش تريني وانت باقي ما فطرش. ما غادمشيش تريني وانت باقي ما فطرش. انا شخصيا شنو كنعمل؟ كناكل الوجبه الاولى فيها الكاربس وفيها البروتين، كنزيد عليها وجبه الثانيه حتى هي فيها الكاربس وفيها البروتين، وهاد الوجبه الثانيه كتكون عندي عامره بالكاربس، كتكون فيها واحد الكميه كبيره ديال الكاربس، وكنزيد عليها كارب سريع الامتصاص فحال الليتشين اولا عصير برتقال ولا الليمون اللي كتقولوا نتوما. المهم هاد الكاربس هادو، خصوصا الكاربس اللي كيكونوا سريع الامتصاص، العضلات ديالك كيحتاجوهم، الجسم ديالك كيحتاجهم. علاش كيحتاجهم؟ من البيرفورمانس. كل ما كتعطي له الجسم ديالك هاد الكربوهيدرات السريعه د الامتصاص، كل ما البيرفورمانس ديالك كتكون طالعه في الجيم، في لونطرينمون. انا شخصيا من مورا الوجبه الثانيه، ملي كنزيد ملي كناكل الوجبه الثانيه وقبل ما ندخل لونطرينمون بواحد 20 دقيقه، كنستعمل شي كارب سريع الامتصاص فحال عصير البرتقال، وكنزيد عليه حتى التمر والبنان بعض المرات. بيرفورمانس كتكون ماشي عاديه صراحه. كنحس براسي عندي الجهد بزاف، ماشي فحال ملي كنت كنقصح راسي في الاول. كنمشي نتريني على الصباح، كنمشي نتريني على الندبوري، كنمشي نتريني وانا باقي ما واكل والو، كنمشي نتريني وانا الجسم ديالي ما فيهش اصلا الماء، كنمشي نتريني وانا الجسم ديالي باقي ما فيهش الاملاح، كنمشي نتريني وانا الجسم ديالي باقي ما فيهش الالكترولايتس اللي كيتسموا الاملاح المعدنيه والاملاح بشكل خاص. ما كيكونش فيه هادشي هذا. ومن موراها كنقول علاش ما كنقدرش ندفع الثقل مزيان. باينه، باينه. انا واحد الشخص ما كنتش كنعرف، دابا رجعت كنعرف بالاحتكاك ديالي بالدومين، بالاحتكاك ديالي بصحابي لي زاتليت، بالاحتكاك ديالي بلي كوتش، بالاحتكاك ديالي بزاف د الحاجات. الكاربس هما اول حاجه الجسم ديالك كيحتاجها باش تبني العضلات بطريقه سريعه. اه، اول حاجه الجسم ديالك كيحتاجها باش تبني العضلات بطريقه سريعه. تاني حاجه من مورا الكاربز هي الحاجه اللي انت مثلا زدتي الكاربز اصلا غتحس براسك بالجسم ديالك فحال اللي كيتنفخ، كيتسمى الجليكوجين. العضلات باش كيتغداو. باش نبسط لك، الجليكوجين كنعمروا المخزون ديالنا من الجليكوجين بالكربوهيدرات. ديك الساعه شنو كنعدلو قبل لاصال، قبل الحصه ديريكت، قبل الحصه ماشي ديريكت، المهم واحد 10 حتى 20 دقيقه، هي الكافيين. انا شخصيا في نية شخصيا شحال كنستعمل الكافيين قبل الحصه؟ عندي من 200 200 حتى 600 حتى 800. 200 نقول لك حتى 600 بعض المرات 800 مليغرام د الكافيين. اه، هادشي اللي كنستعمل. علاش كنستعمل هاد الجرعه كامله د الكافيين؟ شنو خصني انا؟ خصني البيرفورمانس. واحد الشخص كيفتش على البيرفورمانس، واحد الشخص خصني نبني العضلات. الحديد واحد الرياضه ماشي سهله. الحديد واحد الرياضه ماشي اللي غتقول لا انا خصني ما عرف شنو، ولا خصني نبدا نتفشح على هاد الرياضه. هاد الرياضه ما فيهاش الفشاحه. هاد الرياضه فيها خصك تمشي موتيفي باش ترينر. من غير الديسيبلين، انا واحد الشخص باش نمشي موتيفي نتريني كنكاربي مزيان الكربوهيدرات كما قلت لك مزيان قبل الحصه، كنزيد عليها الكافيين. لي زاتليت صحابي، لي كوتش اللي كنعرف حتى هما نفس الشيء. هادشي علاش كنديفلوبو بواحد الطريقه اللي سريعه على الانسان العادي. علاش؟ حيتاش كنعرف بطبيعه الحال حنايا كوتش، كيتسمى كنعرفوا هادشي هذا ضروري، كيتسمى الدومين ديالنا الاستيتيك. زعما بين الجسم الرياضي كيتسمى الدومين ديالنا، كنعرفوا ديك الحاجات اللي خصهم يتعدلوا. واخا كاين بزاف ديال لي كوتش ما كيعرفوش هادشي هذا، ولكن كواحد تعمقت في هادشي هذا ديال البيرفورمانس والبايو هاكين، هادشي هذا كيرجع عندك صافي بالاساسيات. 200 ملغ حتى 600 ملغ. علاش هاد الكافيين هذا؟ يقدر يجيك هادشي هذا بزاف
انا نقول لك كيفاش تستعمل الكافيين. نخليوها في الحمر. علاش 200 حتى 600 ملغ د الكافيين؟ الكافيين الجسم ديالك كيحتاجو باش يفيق. تقول لي انا باغي نبني العضلات، وتقول لي انا ما كنشربش القهوه، انا ما كنستعملش الكافيين، نقول لك ما غتبنيش الجسم الرياضي اللي خصك، ما غتبنيش واحد الجسم اللي كيبان واعر، الجسم اللي اتراكتيف، الجسم اللي كيجذب النساء والنساء والجنس الاخر. ما غتبنيش ديك الجسم. علاش؟ حيتاش انت ما كتستعملش داكشي اللي خصو يتستعمل للصالح ديالك باش تبني الجسم الرياضي اللي عنده العضلات من الصالح ديالك. تقول لي انا باغي نشارك في الماراثون، نقول لك خصك سبرديلا. تقول لي انت لا انا باغي نشارك في الماراثون، لبس الكروكس. نفس الشيء الكافيين ضروري، خصك ضروري قبل الحصه تستعمل الكافيين. كافيين ضروري. غير هو الكافيين غتبقى تستعمل مره، تستعمل 200 ملغ من الكافيين اللي هي تقدر تكون عندك حتى واحد 3 د القهاوي قبل الحصه. بعض المرات تقدر تستعمل حتى البري ورك اوت، هذه في الحصص اللي كتحس باغي تزيد من البيرفورمانس. شنو كنعمل انا شخصيا؟ نقدر اليوم نشرب القهوه قبل الحصه، دوز يومين عاود نشرب القهوه، كيتم الجرعه ديالي عاديه ديال القهوه. قهوه اذا قبل الحصه نكون اصلا شارب القهوه في الصباح، وملي نمشي لاصال نشرب القهوه. يجي واحد النهار انفاجئ الجسم ديالي، غنعطيه البري ورك اوت، غنعطيه البري ورك اوت وغنزيد عليها حتى القهوه، باش الجسم ديالي يقول كاين الكافيين. ديك الساعه الجسم ديالك ما كيولفش الجرعات الكبارين ديال الكافيين وكيعتاد عليهم، لا كيبقى الجهاز باش نبسطها لك، الجهاز المستقبلات ديال الكافيين كيبقاو حساسين وكيبقاو ملي كتزيد الجرعه ديال الكافيين كتخدم لك للصالح ديالك. المهم نعقد لك شي الامور. كيف شنو هما الحاجات؟ الكافيين بلا ما تعقد الامور، كاين البري ورك اوت. عندك البري ورك اوت اللي كيجي في البواطه اللي معروفه، وكاين القهوه. انت على حسب شنو خصك. القهوه شحال كيكون فيها من ميليغرام ديال الكافيين؟ نقولوا حنايا القهوه الواحده بلاش ما نعقد داكشي الامور يكون فيها 50 ميليغرام ديال الكافيين. يعني باش توصل 200 عارف شحال خصك تشرب القهوه. تقدر تفرقها في الصباح شرب القهوه المهم وملي تمشي لاصال اعمل اشرب ال... شنو كتسمى، شرب القهوه اللي كتكون طالعه في الكافيين. عمل دوبلي، كتكون دوبلي. ملي نمشي للقهوه قول له اعمل لي القهوه دوبلي باش توصل للبيرفورمانس اللي غتخليك تبني العضلات. علاش قلت لك هادشي هذا د الكاربس، وعلاش قلت لك هادشي هذا د الكافيين؟ هاد جوج الحاجات كيجيونا كيمشيو مع بعضياتهم. ملي كتبغي تبني العضلات وتوصل للجسم الرياضي اللي خصك، الجسم اللي كتسمى الاستيثيك فيزيك، هادشي هذا غتحتاجو بزاف. الحاجه المهمه من مورا ما غتسالي الحصه ديالك شنو هي؟ الكاربس. عاود الكاربس. يلا غتسالي الحصه ديالك، شنو اول حاجه غتعدلها؟ هي الكاربس. وش من كاربس من مورا الحصه عاود ديريكت غتستعمل لي كارب سريع الامتصاص. بحال ياش؟ بحال عصير البرتقال. احسن حاجه بالنسبه لي هو عصير البرتقال قبل الحصه ومن مورا الحصه. الجسم ديالك غيشكرك، يقول لك شكرا بزاف عطيتيني هاد النوع ديال الكربوهيدرات قبل الحصه ومن مورا الحصه ديريكت. ماشي ساعه المكانه مورا الحصه، ماشي جوج سوايع، ديريكت من مورا الحصه. انت باقي عرقان، يلاه ساليتي الحصه د الحديد، ديريكت شرب شنو كيتسمى العصير البرتقال. شنو هما الحاجات اللي كنعدلو انا ولا ما كانش عندي العصير البرتقال؟ هي العسل. كجبر مهم خصك تدخل شي سورس ديال السكر ديريكت من الجسم ديالك. انا تقدر تستعمل العسل. كاين البادي بيلدرز كيستعملوا ديك الحلويات بحال الهاريبو، عرفتوا الحلوى ديال الهاريبو كيستعملوها بزاف. انت غتستعمل عصير برتقال وغتستعمل ملعقه د العسل ولا جوج المعالق د العسل. علاش؟ حيتاش الجسم ديالنا ملي كنترينيو كيكون
الحساسيه الانسولين طالعه في الجسم ديالنا. شنو هي الحساسيه الانسولين؟ كنحتاجوها حنا كوحدين كنترينيو هاد الرياضه هادي باش الجسم ديالنا كيستقبل المكونات الغذائيه وكيستافد منهم. هادي كنبسط لك باش يدخلوا من العضله ديريكت. هيدا خصك تفهمها. الجسم ديالك من مورا الحصه ديريكت كيكون حساس حساسيه الانسولين كتكون عندنا طالعه بزاف. هادشي علاش كنستعملوا السكر، حيت السكر ولا الكربس والكرب سريع الامتصاص كيحتاجهم الجسم ديالك ديريكت من مورا الحصه اكثر من اللي كيحتاج البروتين، خصوصا ديريكت مورا الحصه. ملي كتكون يلاه مسالي الحصه الجسم ديالك كيحتاج كربوهيدرات سريعه الامتصاص فحال العسل، فحال العصير البرتقال. كاين الناس كاع كيمشيو كيشربوا كوكا ولا كوكا زيرو ديريكت من مورا الحصه. انا المهم انا كيعجبني العصير البرتقال. هادو حاجات مهمين بزاف، مهمين واحد الدرجه ماشي عاديه. غدا طبق هادشي هذا غتحس بالفرق من الشهر الاول. طبق هادشي هذا اللي قلت لك. الوجبه الاولى بعدا فيها الكرب، الوجبه الثانيه فيها انا هادشي هذا اللي كيخدم لي. يقدر يكون انت ما نعرف يكون عندك البيرفورمانس طالعه من مورا الوجبه الثالثه ولا من مورا الوجبه الرابعه. انا كتكون عندي البيرفورمانس، الجسم ديالي دائما البيرفورمانس طالعه من مورا الوجبه الثانيه. كيفاش كنعرف البيرفورمانس؟ هي ملي كنمشي لاصال انا من مورا الوجبه الثانيه كنكون هضمت الوجبه الثانيه وماشي لاصال وكندخل لاصال، كنحس بالجسم ديالي كيسخن دغيا. ماشي في الطريق المهم فهمني. كنحس بالدم كيسخن فيا دغيا وكان البيرفورمانس كتكون عندي طالعه والجسم الحراره الجسم ديالي كتكون طالعه من مورا الحصه الثانيه. على حسب انت تقدر تكون نفس الشخص، تقدر تكون كتكون عندك الطاقه طالعه من مورا الوجبه الثالثه ولا الرابعه. المهم انت تما غتكون كتعرف الجسم ديالك مزيان. ما بغيتيش يتعقد الامور حتى انت بدات من مورا الوجبه الثانيه هضم واحد ساعه ونص ومن موراها امشي لاصال. في الطريق ديالك لاصال دوز شي محلابه شرب العصير البرتقال. ملي تكون خارج دوز عاود شرب العصير البرتقال ولا ديهم معاك. دي معاك جوج العواصر البرتقال، واحد قبل والواحد من مورا ديريكت. شنو كيفاش؟ مورا الحصه ديريكت. ياك فهمتيني؟ بيبايلك من مورا الحصه غدوز واحد ساعه ولا 45 دقيقه يكون برد فيك الدم. هي هذه كتكون جلستي في الدار ديك الساعه كول الوجبه ديالك اللي كتكون عاود من مورا الحصه اللي كتسمى البوست ورك اوت ميل. شنو غيكون فيها؟ الكاربس زائد البروتين. كتشوفوا كيفاش اي وجبه شنو عندي فيها؟ الكاربس والبروتين ضروري. ما يمكنش. شنو حنا علاش كنهضروا؟ باغي انت واحد الجسم اللي رياضي في الكتفين اعراض وديك الشيء، شنو خصك الكاربس ضروري. العضلات ديالك شنو كيحتاجوا؟ الكربوهيدرات. فهمتيني مزيان؟ غدوز عاود واحد المده عاود شنو غنعمل عاود؟ الكاربس الوجبه الرابعه زائد البروتين. شنو هما الكربس؟ انا كيفاش كنفرقهم؟ الصباح كيكون عندي مثلا الخبز ولا الروز، والوجبه الثانيه الروز ولا البطاطا ولا بجوج، الوجبه الثالثه حتى هي الروز، الوجبه الرابعه حتى هي الروز، الوجبه الخامسه يكون فيها البطاطا حلوه ولا البطاطا عاديه وشنو مسمي والبروتين ولا الفواكه فحال الكيوي فحال الفريس فحال البنان. المهم هاد الفواكه هادو ضروري. مزيان. شنو هي الحاجه اللي خصني تعرفها ضروريه اللي داخله في الطريقه كيفاش كنترينيو الاغذيه اللي غتخلينا نبني واحد الجسم اللي رياضي، واحد الجسم اللي عنده العضلات؟ الطريقه اللي غتخليك تبني العضلات بواحد الطريقه ماشي فحال شحال هادي حيت ما كنتيش كتعمل هادشي هذا، ما كنتيش كتعرف هادشي هذا. هي ندوزو الفقره هادي. البروتين. كيفاش تدخل البروتين في النهار ديالك؟ شحال فيك من كيلو غضربو في 2.2 2.2 غرام من الكيلو. انا عملتها لك بالكيلو، ما عملتلكش الباوند اللي كيعادلوها الناس ديال برا. انا عملت لك بالكيلو. غتمشي عند كلود ولا تشات جي بي تي ولا بطبيعه الحال اذا بغيتي الكوتشين، انا كنعمل الكوتشين غتسرد لي في اللين. والمهم هذيك الساعه نعمل لك بروغرام خاص ليك. البروتين
2.2 غنضربوها في الوزن ديال الجسم ديالنا وغيعطينا الكميه ديال البروتين في النهار ديالنا. مثلا انا عندي مثلا من 160 حتى ل 190، اغلبيه المرات كنكون 190 غرام د البروتين اللي كنكون في لاماس. وفي التنشاف نقدر نهبط شويه. الكاربس الا كان الغرض ديالك لاماس، اغلبيه الناس الغرض ديالهم هو لاماس، خصوصا الا كنتي رقيق في حالي اللي واحد الشخص بدا هو رقيق. خصك ضروري تبدا بالبولك. شنو هي البولك؟ هي كتزيد الاحتياج اكثر من اللي كيحتاج الجسم ديالك باش تبني العضلات. كتاكل الكربس بزايد، البروتين بزايد باش الجسم ديالك يبني العضلات. كتعطي للجسم ديالك الاكتفاء باش يبني لك العضلات. 400 حتى 600 غرام د الكرب. 400 حتى 600 غرام د الكرب غتفرق على الوجبات كاملين. والفات، الفات من 50 حتى 60 غرام د الفات. بارك عليك، بارك عليك 50 حتى 60 غرام د الفات. حيتاش الاغلبيه ديال الكالوريز اللي غندخلو حنايا غندخلوهم السعرات الحراريه غندخلوهم من الكاربس اللي غيكونوا من بين 400 و 600 غرام. هادشي اللي كتشوفو بغرضك، هاد الدايت هادي اللي كتشوفها بغرضك، هادي كتسمى البيرفورمانس دايت. جميع لي زاتليت، البادي بيلدرز، الناس اللي كتشوف عندهم واحد الجسم رياضي، واحد الجسم اللي كيجذب الانتباه ديال النساء، عندهم هاد الدايت هادي، كتسمى البيرفورمانس دايت. هادي هي البيرفورمانس دايت، هادي هي اللي غتخليك تبني العضلات. ماشي كيتو، ماشي كارنيفور، ماشي شي حاجه اخرى. هادي هي اللي غتبني لك العضلات، هادي هي اللي غتخلي لك تبني الجسم ديالك وتخليك الاستشفاء العضلي يكون سريع. غتخليك تحس باللي كاين واحد البروغريس في لاصال، وغتبدا تشوف البروغريس. والشهر الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الفيزيك ديالك غيبدا يتبدل على حسب الجينات ديالك. هاد الدايت هادي شنو نقول لك، ملي غتبداها غتحس بالفرق. الا كنتي واحد الشخص اللي رقيق، بديتي رقيق في حالي، هذه هي الدايت اللي خصك باش تماصي. هذه هي احسن دايت خصك باش تماصي. كما قلت لك، تقدر تجيب هادشي هذا من كلود. غتمشي عند كلود ولا تشات جي بي تي، تقول له اعمل لي واحد الدايت بحال هادي بهاد لي ميتريك هادو. غتقول له انا ها هو الهدف ديالي، انا شحال كنوزن. تقول له اعمل لي دايت بهذا الشيء هذا، واعمل لي دايت بالماكله اللي يقدر تكون عندك. مثلا ضروري خصك عندك الميزان في الدار بطبيعه الحال، وهو يعمل لك دايت بحال هكذا بالنسبه للاحتياج ديالك انت البروتين. بطبيعه الحال انا كنعمل كوتشين، نعمل لك بروغرام خاص ليك بهاد البيرفورمانس دايت. هذه كتسمى البيرفورمانس دايت، دايت ديال البيرفورمانس، دايت اللي غتخليك تزيد في الكتله العضليه، الدايت اللي غتخليك ملي غتكون في لاصال يكون عندك الجهد. هادشي هذا واحد عطاه لك واحد الشخص اللي اتليت، وصحابو لي زاتليت حتى هما نفس الشيء. لي كوتش غتعمل معاهم الكوتشين غيعطيوك هاد الدايت هادي. انا كوتش غنعطيك الدايت هادي. اي واحد كتشوفو مفورمي في لاصال عامل هادشي هذا. هادشي هذا هو اللي غيخلي لك البنش بريس ديالك تزاد. هادشي هذا هو اللي غيخلي لك البايسيبس ديالك تكبر. هادشي هذا هو اللي غيخلي لك الظهر ديالك يكبر. هادشي هذا هو اللي غيعطيك الجهد في لاصال. اه اه اه. شنو غتزيد مع هادشي هذا؟ غتزيد مع الالكترولايتس ولا الملح. 5، ما نقولك شي 5، 8 حتى 10 غرام د الملح في النهار ديالك. الهيمالايا ولا انا شنو كنعمل شخصيا، كنخلط ملح الهيمالايا مع الصود مع الملح عادي اللي كيتباع بدرهم ولا 2 دراهم. كنخلطهم مع بعضياتهم، كنشبر السكوبه د الكرياتين وكنحشيها في الملاح، وكنعمل ديك القيمه هذيك. حاجه اخرى هي 5 حتى نقول لك شي 5 10 غرام د الكرياتين في النهار ضروريه. كرياتين ضروريه. بدا في الاول ب5، من مورا الشهر الاول دوز ل10 ديريكت بلا ما تفكر. دوز ديريكت، بدا ب5 باش الجسم ديالك غير يولف شويه مع الكرياتين، مورا دوز ل10 ديريكت من مورا الشهر الاول. حاجه اخرى اللي هي كيفاش هاد الدايت هادي غنعدلها. غتقول لشات جي بي تي يقسمها لك على 4 لي غوبا ولا 5 لي غوبا. شات جي بي تي ولا كلود ولا كنت تعمل مع هادشي هذا يقسمها لك هو على 4 ولا 5 لي غوبا. بطبيعه الحال الا عملت معايا الكوتشين نقسم لك هادشي هذا.
حاجه اخرى اللي غنقول لك، غتاكل من بين كل 2 ساعات غتكون كتاكل. 2 hours غتكون كتاكل، ما بين كل 2 ساعات خصني نجبر كتاكل، ما بين كل 2 ساعات خصك تكون كتاكل، 2 ساعات 2 ساعات ونص تكون كتاكل. اه، ماشي غتقول لي هنا غنبدا انا من الصيام متقطع ولا المتقرطع ولا ما شغليش. المهم خصك تعمل هادشي هذا ولا بغيتي تزيد في البيرفورمانس. غتعمل هادشي هذا، غتبدا هادشي هذا، البيرفورمانس ديالك غتزاد، الجسم ديالك غيتبدل. اه، الجسم ديالك غيتبدل. غنوريكم الكلاينتس ولا الناس اللي فين ما. هاد الناس هادو كاملين نفس الشيء، هاد الناس هادو اللي كتشوفو كاملين نفس الشيء، نفس الشيء. البيرفورمانس دايت نفس الشيء، الفات والكاربز ونفس لي تريك اللي شاركت معاكم. الناس كاملين كيعدلوا هادشي هذا. كما كتشوفوا هادو اجسام رياضيه، الاغلبيه هادوك يتسموا 1% من الاجسام اللي كاينين في العالم. كيفاش كنوصلوا لهاد النيفوات هادو؟ بهذا الدايت هذا البيرفورمانس. غتعمل هاد الدايت هذا البيرفورمانس، الجسم ديالك غيتبدل، الجسم ديالك غتوصلو للنيفو اللي كان خصو يوصل له. هذا ما كان في هاد الفيديو. تشوفوا الفيديو اللي ماشي.